الوحش. ها الكاسر اللي هيعرف يضرب دي. ركز معايا وشخشخ لي مخك كده. شخشخ لي مخك ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك كده وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ها هناخد مثلا 45 في 153. ها مستر نحلها بقى خاصيه. خلاص بقى احنا عرفنا بقى الخوارزميه بقى. ماشي ركز معايا. اكتب الكبير فوق واكتب الصغير تحت واضرب ده في كله وده في كله، بس ده اديله احترامه الصفر. طيب يلا دوس. 5 في 3 ب15. 5 ومعاك الواحد اهو. الواحد على ايدي الشمال يا مستر. 5 في 5 ب25 وكان معاك واحد 26. هكتب ال 26 كلها؟ نو هكتب ال6 ومعايا الاثنين. يس. طيب 5 في 1 ب5 ومعاك 2 7. يس. ها اجي اضرب الاربعه. ها 4 في 3 نو 4 في 3 نو. حط الصفر الاول قبل ما نضربه ال4 في 3 يلا يبقى 4 في 3. ها لازم نحط الصفر الاول. 4 في 3 ب12. هكتب ال12 كلها يا مستر؟ نو اكتب الاثنين واخلي معايا الواحد طيب 4 في 5 20 وواحد 21. انزل الواحد ومعايا الاثنين. ها 4 في 1 ب4 و2 يبقوا كام؟ يبقوا 6. جمع يا باشمهندس جمع. 5 وصفر هي الخمسة. 6 و2 8. 7 و1 8. 6 تنزل. الله ده الضرب بقى حلو قوي. الله كمان مسألة. عندك هنا يا باشمهندس جايب لك 99 في 999. يلا ها الوحش. ها الكاسر اللي هيعرف يضرب دي. ركز معايا وشخشخ لي مخك كده. ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك كده وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا باشمهندس هنكتب الرقم الكبير فوق والصغير تحت يا مستر. يلا يا باشا. ها 9 في 9 81. هنزل ايه؟ الواحد ومعايا ال8 بس مش عارف احطهم على الشمال يبقى اكتبها على جنب كده عادي مش مشكله. طيب ها تاني هضرب ال9 ده يا مستر في كله. ضربت ال9 في 9 ها ب81. ها نزلت الواحد ومعايا الكام؟ ومعايا ال8 على ايدي اهي. بعد كده 9 في 9 ب81 وكان معاك 8. جمع بقى 1 و8 9. 8 ومفيش هي ال8 يبقى الناتج طلع 9 وكام؟ 89. ها انزل ال9 ومعايا ال8 على ايدي برضه. طب يا مستر بعد كده 9 في 9 تاني برضه ها ب81 وانا كان معايا 8. جمع 8 و1 9 وانزل ال8. فهتنزل ال9 وتخلي معاك ال8. لا يا مستر ده كان اخر رقم. طب خلاص يا حبيبي انزل ال8 ما دام اخر رقم انزل كله. يبقى انا كده ضربت ال9 في كله. ولو مش قادر تفهمها ثبت الفيديو وارجع تاني حاول مع نفسك وركز كده الارقام على جنب بالراحه. طيب بعد كده هاجي اضرب بقى ال9 ده في كله. نفس القصه اللي انا عملتها. واحد يقول لي ايه يا مستر ايه انت ضربت ال9 دي في كله وطلعت لك ده برضه اما نيجي نضرب ال9 في ده في كله هتطلع لك ده. اقول له لا. وديت فين القشره؟ قشره البرتقال يا ابني؟ الصفر. يبقى ديت في العشرات احط لها صفر احترام. ها حطيت الصفر حلو. اضرب بقى 9 في 9 ب81. 1 ومعاك ال8. ها 9 في 9 ب81 وكان معاك 8 يبقوا 89. اكتب ال9 واخلي معايا ال8. ها يلا 9 في 9 ب81.
ها جمع يبقوا 89. اكتب التسعه واخلي معايا الثمانيه. مستر ده اخر رقم يا مستر. نزل الثمانيه اقول لك. ها جمع جموعه. ها 1 و0 هو الواحد. 9 و1 10. اعمل ايه؟ صفر ومعاك الواحد. 1 على 9 10. 10 و9 19. ها 9 ومعاك الواحد على 8 يبقى 1 و8 9. 9 و9 18. بكتب الثمانية والواحد على الخانة اللي بعدها على الثمانية. ها يبقى فيها كام؟ يبقى فيها التسعة. يبقى الناتج عندي طلع كام؟ 98,000 900 وكام؟ 901. 98,901. نشوف مسائل تانية ونصلي بالله على النبي عليه الصلاة والسلام. يديك مسألة زي ديت يا باشمهندس، بيقول لك اشترى مستر ابراهيم 15 صندوق. اللهم امين يا رب العالمين. سعر الصندوق الواحد بكام؟ ب 187. احسب ثمن الصناديق. عايزين نحسب ثمن الصناديق. ركز معايا يا حبيب قلبي، ركز معايا. هديك افهمك المثال ده بمثال بسيط جدا جدا جدا. تعالى كده على جنب. لو انت يا حبيبي رحت كده اشتريت كيسين اندومي من ورا بابا وماما نفترض، والواحد كان ب5 جنيه ايام الرخص، والواحد كان ب5 جنيه، يبقى انت تدفع للراجل كام؟ 10 يا مستر. عملت ايه يا حبيبي؟ قلت 5 و5 يبقى 10. طب في طريقه تانية بدل ما تقول 5 و5؟ ممكن اقول 5 في 2. 5 في 2 بكام؟ ب10. طب خد التقيله، انت جبت بلاش 4، جبت 10 اكياس اندومي، الواحد ب5 جنيه، فانت دفعت للراجل كام؟ بالراحه كده، انا جبت 10 اكياس والواحد ب5، لسه اقعد اقول 5 5 5؟ لا، ما انا اشوف هم عددهم كام واضربهم في سعر الواحد. فانت معاك 10 اندومي والواحد ب5، يعني 10 في 5 ب50 يا مستر، 50 جنيه. تصدق صعبه، ما كنتش عارف اعملها بالجمع. واحده واحده تعرف تتحل يا باشمهندس. نيجي بقى نبدا نشوف المثال ده. الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اشترى مستر ابراهيم 15 صندوق. حلو. سعر الصندوق الواحد 187 جنيه. احسب ثمن الصناديق. عايزين ثمن الصندوق الاجمالي يعني كله على بعض. طب اعمل ايه يا استاذ؟ احنا قلنا هنضرب. يعني هضرب كده 187 في 15. هعمل ايه؟ استاذ ده انا عندي كذا استراتيجيه، عندي توزيع، عندي مساحه مستطيل، عندي خوارزميه معياريه. اعملها بأي طريقه؟ قال لك ساعتها يا باشمهندس ايها الطالب الجميل اللزوز، في اي طريقه تعملها، اي استراتيجيه تعملها. عادي يا مستر؟ يعني اي حاجه بحبها اعملها، الطريقه التي تفضلها. يلا يا عم، معانا ابو حد حاول. مستر انا عايز اعملها بالخوارزميه، واحد يقول لك انا عايز اعملها بمساحه المستطيل، واحد يقول لك انا عايز اعملها بالتوزيع. يا باشمهندس مفيش مشكله، اعمل وابعت لي في الكومنتات ولو صح مفيش اي مشكله ونحلها سوا. طيب اجي اضرب 187 في 15، بكتب الرقم الكبير الاول يا مستر. حلو. في ال15 تحت يا مستر. يلا يا حبيبي ضرب كده بسيط بقى، واحده واحده كده. انا معاك اهو، ما تقلقش. يلا 5 في 7 ب 35. ما بكتبش ال 35 كلها يا مستر، بكتب ال5 ومعايا ال3 على ايدي الشمال. طيب 5 في 8 بكام؟ 5 في 8 يا مستر، 5 في 8 لازم تكون حافظ جدول الضرب ب 40. 5 في 8 ب 40 ومعاك 3 يبقى 43. هكتب كله؟ اكتب ال3 واسيب معاها ال4. طيب وبعدين 5 في 1 ب5 وكان معاك 4 يبقى 9 يعني. 5 في 1 ب5 وكان معاك 4 يبقى 9. ضربت ال5 في كله، ضربت ال5 في كله. اضرب بقى الواحد في كله، بس حط له احترام. ايه؟ احترام الصفر. اديله صفر له احترام يا عم، ده في العشرات احنا مش قده. يلا 1 في 7 ب7، 1 في 8 ب8، 1 في 1 ب1. جمع. حاضر. يلا كده 5 وصفر هي ال5، 3 و7 10، صفر ومعاك الواحد ده تحطه على مين؟ على 9. يبقى كام؟ يبقى 10. 10 و8 18. هكتب ال18 كلها، هكتب ال8 ومعايا الواحد. واحد على الواحد بقى فيها الاثنين، يبقى الناتج كام؟ 2805. 2805. عايزك تحل دول يا باشمهندس. تثبت الفيديو وتحل دول وهتلاقي الاجابات بتاعتهم بعد شويه. دي الاجابات بتاعتك ايها الطالب.
ركز معايا بقى. اي خطوه، اي مساله صعبه عندك في الرياضيات بالنسبه للصف الرابع الابتدائي، او بالنسبه للصف الخامس الابتدائي، او بالنسبه للصف السادس الابتدائي، ممكن يبعت لي في الكومنتات وانا تحت امره من عندي قبل عندي هظبطك. اي حاجه صعبه باذن الله باذن الله هسهلها عليك.